5 نصايح للمدرسة صدقوني انكم بحاجتها من تجربة. اول نصيحة واهم نصيحة بالنسبة الي هي خليكم بعاد عن الدراما والمشاكل. مش راح تفهموا قديش هذا اشي سطحي وثانوي انكم تهتموا في المشاكل في المدرسة. اي مشكلة بين اثنين تتدخلوش فيها. صدقوني انكم تنشغلوا في المشاكل راح يأثر على تعليمكم كثير. النصيحة الثانية واهم نصيحة، كونوا محترمين مع المعلمين، المعلمات، المدرسين، المدرسات، المديرة، اي حدا من طاقم المدرسة. اي اشي بحكيه المعلم تقبلوه في احترام، ردوا عليه في احترام. تحاولوش تعملوا شخصية قوية في انه تردوا على المعلم في وقاحة. صدقوني لو بعد 20 سنة المعلم رح يظل متذكر مين الطالب المؤدب ومين الطالب اللا. كثير اشخاص رح تكرهك وتطلع عنك سمعة في المدرسة، حتى لو السمعة صح وحتى لو السمعة غلط. اوعك تحاولي تثبتي انه هاي السمعة غلط. تتصرفي مع الموضوع كأنه موضوع عادي وبتفرجي قوة شخصية وثقة تامة وبتفكريش في الموضوع، بتضلك تضحكي. لما يشوفوك هيك بعدش حدا يحكي في السمعة أصلا. قبل ما تحكي أي سر لأي شخص تذكر إنه هذا الشخص راح يحكي لك كمان 3 على الأقل. إذا عندك مانع هذول ال3 يعرفوا في هذا السر ما تحكيش السر. إذا فيش عندك مانع احكي السر. آخر نصيحة وكمان من أهم النصائح، اوعكوا تهملوا حصة الرياضة. دايما تذكروا إنه حصة الرياضة في إلها جزء من معدل الشهادة. فيش حاجة تفكروا كثير، كونوا موجودين في كل الحصص، ما هي في الآخر 45 دقيقة. غير إنه معطينكم فرصة مرة أو مرتين في الجمعة إنه تحركوا جسمكم وتكونوا في لياقة بدنية منيحة. أحكي لكم من تجربة لأنه علامة الرياضة غلثت لي على معدل الشهادة. هذا الجزء الأول. إذا بدكم كمان جزء وكمان نصائح اكتبوا لي.